السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شيخ، حلمت إني في مسجد على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. كنت جالس في الصفوف الأمامية والرسول كان جالس ورا. التفت شفت الرسول لكن ما بعيد، فحبيت إني أروح أشوف وجه الرسول، فقربت عليه. يوم وصلت عند الرسول وقف وناظرني وابتسم في وجهي. طبعا هو كان جالس مع أشخاص أطفال أو شباب تقريبا. بعد ما ابتسم طبعا أنا شفت ملامحه، كان جميل جدا عليه الصلاة والسلام. بعدين ملامحه، أي الملامح؟ ملامح وجهه كان بشوش، طبعا بشرة بيضاء، ما كان سمين ولا نحيف. أكتافه كانت عريضة ودقن متوسطة وكثيفة ولونها أسود واضح، وعيونه مرسومة والحواجب كثيفة شوي، والجبهة واسعة. حواجبه مقرونة أم لا؟ مقرونة كيف؟ مشبوكة؟ لا ما مو مشبوك. كمل. وبعدين انتقلنا إلى حجرة في نفس المسجد. كنت جالس وكان جالس ويناظر طفلين يتمازحوا، وكان يناظرهم ويبتسم. وأنا كنت أناظر الرسول وفرحان إني شافه، فكلمته قلت له: يا رسول، أنا أول مرة أشوفك. فناظرني وبدأ عليه الحزن والما أعرف كان. ونهاية الحلم إنه ناظر في المصحف ونزلت دمعة وانتهى الحلم. كان ماسك مصحف. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كان هذه إشارة بكثرة قراءة القرآن من في الرؤية. هذا واحد. اثنين، رؤية والله تدل على أنك تكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك رأيته. وأن الله سيفتح عليك بالإقبال على سنته. ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأنا أظن والله أعلم كون والأطفال على فطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فالأطفال أنا أقول والله أعلم إنما تدل على فطرتك السليمة، وأن الله سيفتح عليك أكثر. والأطفال أحداث، فهذه أحداث يعني أمور حديثة تفتح عليك في السنة. يفتح الله عليك أكثر في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام.